لو في حياتك أشخاص بتتعبك وتأذيك وتجرحك باستمرار وتديك نفس نوع المشاعر المؤذية مهما اتكلمت معاهم أو مهما حتى حاولت إن أنت تغيرهم بأشخاص آخرين، لقيت إن حتى الآخرين بيدوك نفس نوع الشعور، بيوصلوك لنفس درجة الشعور السيء ده. هنا انت لازم تقف مع نفسك وتفهم ايه اللي بيحصل معاك. ليه دايما النمط متكرر؟ هل فعلا زي ما احنا بنقول كده انا حظي في الدنيا قليل، انا طيب بزيادة، انا ما بعرفش اتعامل مع الناس، ولا في نقطة تانية انا لازم اكون على وعي وادراك بيها؟ هنا الوعي والإدراك بيقول إن أنت تكرار نفس النمط من نفس الأشخاص دول أو من أشخاص آخرين، يعني مجرد تغيير للوجوه ولكن بيدوك نفس نوع المشاعر، ده دليل على وجود خلل في الداخل بتاعك. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الخارج هو مجرد انعكاس للداخل بتاعنا، يعني كل شخص انا بقابله في حياتي او بتعامل معاه هو انعكاس لشيء في الداخل عندي. فلما اقابل شخص والشخص ده يبث فيا مشاعر سلبيه او يكون في خلل معين في علاقتي بيه، لازم ارجع للداخل، لان الخلل ده في الاساس نابع من جوايا. هنا الألم اللي جاي من خلال الشخص ده اللي عمال يتكرر بنفس النمط وبيديك نفس المشاعر، هو جاي علشان يعلمك حاجة، مش جاي عشان يوجعك زي ما انت فاكر، ولا عشان انت حظك قليل. الألم ده هو عامل بالظبط زي المنبه اللي جاي عشان يصحيك. يصحيك ازاي؟ يصحيك ان هو ياخدك من وعي الضحية يوديك لوعي الشخص السيادي القيادي على حياته. والفرق هنا ما بين الاتنين كبير قوي ولازم تعرفه، لان ده بيوديك لطريق وده بيوديك لطريق تاني تماما. هنا مثلا كمثال عشان تفهموني اكتر، لو مثلا عندنا سارة مثلا في علاقة مع شخص نرجسي، والشخص ده مسيطر عليها بقوة ودايما بيأذيها بشكل مستمر، وكملت في العلاقة واستمرت لسنوات كتيرة لحد ما سارة تعبت نفسيا وجسديا وعصبيا واكتئبت جدا، وحالها بقى من أسوأ لأسوأ. هنا سارة، لو سارة عندنا هنقسمها لاتنين: سارة قبل الوعي اللي هو في دور الضحية، وسارة بعد الوعي بعد ما اشتغلت على نفسها ورفعت وعيها. سارة قبل الوعي هتعيش زي ما 90% من الناس عايشة، هتقول الشخص ده اذاني، الشخص ده شرير، الشخص ده دمر لي حياتي، الشخص ده وجعني، هو ده سبب التعاسة اللي انا عايشاها في حياتي. دي سارة اللي هي عايشة بالبرمجة القديمة اللي ما اشتغلتش على نفسها ولا فكت اي اكواد جوه منها. لكن سارة الواعية هتسأل نفسها سؤال: الشخص ده ليه بيديني كل مرة نفس المشاعر ويكرر معايا نفس النمط؟ هنا ايه الحكمة من وجوده في حياتي؟ او ايه الدرس اللي الشخص ده جاي يعلمهولي؟ ايه الخلل اللي موجود جوايا اللي انا لازم ارجع لجوه واعرف فين الخلل واصلحه؟ فيا اما الشخص ده يتغير معايا 180 درجة ويبطل اللي هو بيعمله معايا ده، يا اما يختفي في حياتي تماما بدون اي مجهود. وهنا دي سارة الواعية. هنا سارة بعد الوعي لما بتبتدي ان هي تفكر في الدرس او الحكمة من وجود الشخص ده او من تكرار نفس النمط ده في حياتها، بتجد ان هي محتاجة ان هي تشتغل على قيمتها الذاتية وترفع قيمتها الذاتية. هنا في اللحظة دي سارة بتقرر ان هي تقول لا وتحط حدود واضحة. لما بتحط حدود واضحة الشخص ده ما بيقدرش ان هو يستنزف طاقتها، وبالتالي الشخص ده اما بيتغير معاها تماما، اما بيترك حياتها ويمشي تماما بدون اي مجهود ولا تعب منها. وفي الحالة دي لما بيخش لها شخص جديد في حياتها بيكون نمط مختلف تماما. النمط ده هو بيكون نمط مناسب للاستحقاق الجديد بتاع سارة. طب سارة اللي هي في الوعي المنخفض، اللي هي محطوطة في البرمجة القديمة، ما اشتغلتش على نفسها ولا اتعلمت درس ولا سمعت للمنبه ولا صحيت اصلا، سارة دي محبوسة جوه الدايرة بتاعتها. الدايرة بتاعتها اللي هي النمط المتكرر، هيفضل نفس الشخص ده يأذيها وتفضل هي في كل مرة تعاني اكتر من المرة اللي قبلها لحد ما تتأذي تماما. وحتى لو الشخص ده خرج من حياتها وهيخرج من حياتها بأزمة كبيرة او
او بصعوبة كبيرة جدا، بعديها لما تخش في علاقة تانية هتقابل شخص تاني هيكون برضو نرجسي ويسيطر عليها ويأذيها، وتفضل سارة عايشة في وعي الضحية، ان هي يا عيني ضحية للظروف، ضحية للاشخاص اللي حوالين منها، اللي بيأذوها، اللي بيجوا عليها عشان هي طيبة. لكن لو سارة رفعت وعيها ودورت على الدرس او الحكمة من وجود او تكرار نمط الاشخاص دي في حياتها، كانت حلت الشفرة وكانت ارتاحت تماما، لان هي صلحت الخلل اللي موجود جوه منها. هنا بقى في نقطة مهمة لازم تكون عارفها. لما انا اقابل شخص معين واشتغل على نفسي، اعرف منين واتأكد ان انا كده فعلا خلاص الموضوع ده اتمحى تماما من حياتي؟ نقطتين مهمين قوي هيخلوك تحس وتتأكد ان انت فعلا كده اشتغلت على نفسك صح. اول نقطة فيهم الحياد. انا مثلا كان في شخص مثلا الشخص دايما بيقل مني، هنا الشخص ده انا اشتغلت على نفسي وحطيت حدود لنفسي ورفعت قيمة نفسي، فالشخص ده اتغير معايا. لما انا اقابل الشخص ده، لما ابقى شخص حيادي معاه ما بيبثش فيا نفس المشاعر اللي كنت بشوفه بحسها قبل كده، ان انت شخص ظلمتني، انت شخص قهرتني، انت قلت مني، انا في اللحظة دي اعرف ان انا اشتغلت على نفسي بطريقة صحيحة. تاني حاجة عدم التكرار، ان النمط ده ما يتكررش، يعني ان الشخص ده يبطل ان هو يقل مني، وفي نفس الوقت لو قابلت اشخاص تانيين ما يتكررش نفس النمط ان هم يقلوا مني. يعني معنى كده ان الاشخاص اللي بتبقى فاكره ان هي حظها قليل وان الناس مثلا بتعمل معاها كذا عشان هي غلبانه وعشان هي مظلومه، الكلام ده مفهوش اي نوع من انواع الصحه. الصحيح هنا ان انت اللي بتأذي نفسك بنفسك، انت اللي بتوجع نفسك، انت اللي بتجرح نفسك، انت اللي بتقل من نفسك. الموضوع كله في الداخل بتاعك مش في الخارج. انت بتفضل تعارك مع الخارج ان انت عايز تغير الشخص ده وتقعد تعمل تمثيليات وتعمل افلام وتعمل معاه حوارات، ولكن في النهاية لا جدوى لأي تغيير. قيس بقى على مدار حياتك كل الاشخاص اللي انت قابلتهم وصدروا لك مشاعر سلبية، كل واحد منهم كان جاي لك بجرس انذار عشان انت تنتبه وتصحى وتصلح خلل موجود جوه منك. فهنا لما يقابلك شخص، الشخص ده بيبث فيك مشاعر سلبية، بيديك شعور معين سلبي، ابتدي ابحث في الداخل بتاعك. كمثال عشان اوضح لكم الموضوع اكتر، او من اكتر الامثله اللي هي الناس اللي بتيجي تقولك انا طيب بزياده، ومن كتر ما انا طيب الناس كلها بتستغلني، بس انا طيب ومظلوم. هنا الشخص ده مش قصته خالص ان هو طيب ومظلوم، ده هو من كتر وعيه المنخفض عايش في دور المنقذ وعايش في دور الضحيه. عايش في دور المنقذ ازاي؟ هو الشخص ده اصلا مشكلته كلها ان هو هنا بيدور على قيمته من خلال عيون الناس، بيبحث عن تقديره من خلال كلام الناس ومدح الناس ليه، فهو هنا بيعمل نفسه منقذ للناس. وهنا في نفس الوقت بتكون حدوده نفسها مفتوحة ومستباحة. حدوده مفتوحة فعنده ثقب في الطاقة بتاعته، من خلال الثقب ده الناس بتبتدي ان هي تستنزف الطاقة بتاعته، فتبتدي ان هي تستغله. يعني يطلبوا منه دعم، يطلبوا منه فلوس، يطلبوا منه حاجة معينة، يخلوه يجي على نفسه عشان يرضيهم هما وهم ما يتعبوش، وهو عشان هو عايش في دور المنقذ ودايما بياخد تقديره من نظرة الآخرين ليه مش من جوه نفسه، في الحالة دي هو بيقبل وبيتنازل وبيديهم وبيسمح لهم ان هم يستغلوه. فهنا لما انت تكون شخص غير واعي هتقول انا طيب فالناس بتستغلني، انت اصلا مش فاهم ان انت داخليا عندك نقص داخلي في ان انت دايما ما عندكش تقدير لنفسك، بتبحث عن تقدير نفسك من خلال عيون الاخرين. لكن لو انت شخص واعي هتبحث عن الدرس، فهتلاقي ان انت هنا محتاج ان انت ترفع تقديرك الداخلي لنفسك، وفي نفس الوقت تحط حدود واضحة. فلما يجي شخص يستنزفك تبتدي ان انت تتغير، تقول لا، ومع رفعك لتقديرك الداخلي لنفسك هتلاقي ان الاشخاص دي بقى في حدود واضحة بينك وبينهم، فهتلاقي ان هم بطلوا يستغلوك وبطلوا يطلبوا منك الطلبات اللي كانوا بيطلبوها، خلاص في حدود اتحطت وانت ما بقتش تدور ان انت تعيش لهم دور المنقذ، فهترفض. مع رفضك هم هيتقبلوا ده تماما. وحتى هتلاقي بعد كده ان الاشخاص اللي هتخش في حياتك من جديد هتكون اشخاص مساندة ومساعدة
ليك هتكون على نفس التردد بتاعك ونفس الاستحقاق العالي، فهتلاقيهم بيساندوك بيساعدوك بيدعموك وانت بتدعمهم، لكن مش بيستغلوك وبياخدوا منك الدعم وانت بتساعدهم على الفاضي. وهنا في نقطة مهمة جدا انا حابة ان انا انوه عنها. انا دلوقتي لما بقولك ما تعيش منقذ لغيرك، في ناس كتير بتهاجمني بتقولي يعني ايه ده ربنا قال لنا نساعد اخواتنا وكلنا نقف مع بعض. انا ما بقولكش ان انت ما تساعدش غيرك، ساعد غيرك بس بحدود. يعني علم غيرك ان هو ازاي يصطاد السمك فيعرف يصطاد سمك لنفسه وياكل، لكن ما تروحش كل يوم تشتري له سمك او تجيب له سمك على الجاهز وتقول له خد كل. انت هنا بتضره، انت كده بتخش في التجربة بتاعته وهو روحه ما بتتطورش. انت هنا لما بتعرف نقاط الخلل اللي موجودة جوه منك، انت هنا لما بتصلح كل نقطة خلل روحك نفسها بتتطور، وعيك نفسه بيتسع وبيتطور، استحقاقك بيرتفع، فبتقدر ان انت تحقق اهدافك. لكن انت لما بتخش في تجربة غيرك وتعيش في دور المنقذ، انت بتضر نفسك والطاقة بتاعتك بتبقى مستباحة وبتستنزف من خلال غيرك، وبتخلي غيرك شخص اعتمادي بيعتمد على طاقات الاخرين ويمتصها، ما بيتعلمش حاجة، بيبقى بالظبط شيء سلبي وبيسحب الطاقات بشكل سلبي. فانت هنا ممكن تساعد غيرك في حدود معينة، تدي غيرك أداة، تديله نصيحة تساعده بيها، لكن ما تبقاش انت المنقذ اللي بيجيب له كل حاجة على الجاهز. اتمنى ان انت تكون فهمت كلامي، وان انت توقف مع نفسك وتشوف ايه هي المشاعر السلبية اللي بتتكرر في حياتك من الاشخاص اللي حوالين منك، وتبتدي تبحث عن الدرس ورا المشاعر دي. وحتى لو انت مش قادر توصل، تقدر ان انت تكتب لي في الكومنت ايه هي الشعور المعين اللي بيوصلك او بيتكرر نمط معين من الناس اللي حوالين منك، وانت مش قادر تفهم ايه هو الدرس بره الشعور ده او ورا الشعور ده، وانا هرد عليك واقول لك ايه هو الدرس عشان تبتدي ان انت تشتغل على نفسك وتصلح الداخل. اي حد عنده استفسار يقدر ان هو يبعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو.